بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اليوم معنا الحديث 20 من الأحاديث القدسية المختارة. فهذا الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، كيقول فيه الله سبحانه وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. كيفاش العبد يكذب الله سبحانه وتعالى؟ كيفاش العبد يشتم الله سبحانه وتعالى؟ لم يكن له ذلك بمعنى ما عندوش الحق في أن يكذبه ولا أن يشتمه. والتكذيب شنو هو التكذيب؟ التكذيب هو شي واحد اللي ملي كيكون كيتكلم كتكذبو، كتقولي هذا الكلام اللي كتقول راه ما كاينش وانه خلاف الواقع. فكيف كذب الإنسان ربه سبحانه وتعالى ملي زعم أن الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يبعثه يوم القيامة؟ من العبد يقول يوم القيامة ما كاينش، والإنسان ما غاديش يموت ويعاود يتبعث، رغم أن هذا الأمر أخبر به الله سبحانه وتعالى في الكتاب. وقال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كيأكد لنا أنه قادر على إعادة الخلق يوم القيامة، ولا بعث الناس يوم القيامة. والعبد يقول ليه ما قدرش، وكي طبعا كيقول بأن الله غير قادر على ذلك. هذا عن التكذيب. فماذا عن الشتم؟ العبد كيشتم الله سبحانه وتعالى. ملي كنشتمو شي واحد معنا نقصنا منه وعيبنا عليه وذكرناه بالعيوب. فكيف شتم الناس أو العباد ربهم سبحانه وتعالى؟ ملي نسبوا ليه الولد، ملي قالوا أن لله ولد سبحانه وتعالى، وهذا كيتعتبر شتم في حق الله تعالى. ملي كنقولوا على الانسان ان عنده ولد، هذا تكريم لهذا الانسان، معناه عنده واحد الولد اللي غادي يخلفه، غادي يبقى موراه وغادي يحمل الاسم ديالو، غيدعي ليه، غادي يدير واحد الخير كثير. ولكن ملي تنقولوا ان لله ولد فهذا يعتبر شتما في حق الله سبحانه وتعالى. لان ملي كنقولوا لله ولد معناه كاينه الوالده، كاينه الام ديال هذا الولد اللي وضعاته واللي حملات به. وهذا طبعا كيستلزم ان كاين واحد العلاقه ديال النكاح، وهذا طبعا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، ولا ان نقول، لان الله منزه عن جميع ذلك. الله ما محتاجش الولد، الله ما محتاجش للزوجه، الله ما عندوش الغرائز بحال الانسان. فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والناس اللي يقولوا لله ولد معناه انهم كيشبهوا الله بالانسان، او لا كيشبهوا الله بالحيوان اللي كيولد والانسان اللي كيولد. تعالى الله عن ذلك، هو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهو منزه عن جميع هذه النقائص. حيث الانسان علاش كيبغي يكون عنده ولد؟ باش يكمله، باش ملي يكبر يعاونه، باش يخدم عليه، باش يساعده، باش يدعي ليه من بعد الموت ديالو. والله لا يحتاج الى كل ذلك. لهذا اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا عيسى بن الله، وكذلك العرب قالوا الملائكة بنات الله. إذا لهذا الله سبحانه وتعالى قال في الحديث: فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، أي أنا منزه وأنا مطهر وأنا معظم على أن أتخذ زوجة أو ولدا. فنزهوني عن ذلك. أن الله سبحانه وتعالى يقول: نزهوني عن أنكم توصفوني بأنني عندي ولد ولا عندي زوجة أو لا عندي بنات. إذا تعالى الله عما يقول الظالمون سبحانه وتعالى. وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق. من رد الله على ذوك الناس اللي تقول لك الله ما يمكنش يعاود يخلق الناس يوم البعث، ورد على ذوك اللي قالوا أن لله ولد. فهذا في أكثر من آية. قال سبحانه: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إلى قوله: لقد جئتم شيئا إدا. وفي هذا الحديث الله سبحانه وتعالى كيبان الحلم ديالو
على من تطاول على مقام الله سبحانه وتعالى العلي من البشر وإمهاله سبحانه لهم، وربما نذكرهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يموتوا وتحسب عليهم تلك الكلمات التي قالوها في حق مولاهم سبحانه وتعالى. فالله يمهل ولا يهمل، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.